فيه قصة طريفة حصلت قبل فترة، ويعني ما لها سنوات قريبة جدا. هذا أبو خالد يقول عندنا بالحارة حديقة ممشى، يقول أنا أمشي فيه، ومعي جاري اللي لاصق ببيتي يمشي معي. حلوة مشية العصرية، رياضة. يقول فيه واحد اسمه عبد الله ساكن في عمارة مقابل الممشى هذا، وهذا يجي يكمل تكميله لبس رياضة، يقول ينزل معنا يمشي. يقول تكونت بيننا علاقة طيبة، نمشي وكل عصرية وهكذا، ونجلس بعد المشي نسولف وندردش. جانا فترة فقدناه، ما عاد شفناه عبد الله. وأسأل خويه يقول له يا أخوي عبد الله وينه؟ قال والله يا أخي ما أدري، له فترة ما شفته. ورحت لشقته بالعمارة، طقيت ما حد رد علي، طقيت على جيرانه رد علي واحد من جيرانه، قلت يا أخوي عبد الله جاركم وينه؟ قال والله يا أخي ما أدري، له فترة ما عاد شفناه. يقول أدق عليه على جواله، عندي رقم جواله، يقول في الغالب مغلق أو مفتوح بس ما يرد، الواتساب ما يرد. يقول قعدنا على هالحال 8 شهور. ثم جاء وجاء يمشي معهم. يا هلا يا عبد الله وشلونك، عساك طيب، بشرنا عنك يا أخوي، وينك، عسى ما شر؟ قال لا ما شر، بس صار موضوع. قال خير إن شاء الله، الله يعينك. وهذه لفتة لازم ننتبه لها، لا تحاول تأخذ من الناس أسرارهم. بعض الناس إذا قلت له شيء إلا تقول لي إلا تعلمني، ما بلازم يا أخي، خل أسرار الناس عنده. قال لهم أنا بعلمكم، هو يمون عليهم، أنا بعلمكم، تفضل. قال أنا متزوج وشاريا أرض أنا وزوجتي قبل حول 12 سنة على أطراف الرياض، 300,000. أنا دافع 150 وهي دفعت 150، بس خليت الأرض باسمها وحولت 150,000 لحسابها تحويل، وشرينا الأرض باسمها. والعجيب إن فيه واحد من زملائي حب يشتري أرض، فنصحته بالمخطط اللي احنا شارين فيه وشرى فيه حولنا. المهم قبل حول 8 شهور دق عليه صاحبي، السلام عليكم. وعليكم السلام، عبد الله وشلونك، عسى طيب الحمد لله. قال يا أخي أنت بنيت أرضك؟ قال لا ما بنيت أرضي. قال إلا أشوف عليها مبنية عليها فلة. قال لا يا ابن الحلال لك واهم، يمكنها حولي ولا شيء. قال والله إن شاء الله خلنا نشوف. ويجيه بعدها بيومين ويتصل عليه، قال يا حبيبي أرضك يا ابن الحلال. قال أرضك. ويجي يقول وجي والقى إلا والله أرضي مبنية ومسكونة. عجيب، يعني مأجرة، يعني لها فترة خالصة ومأجرة دورين. يقول واجي وطق على قبل ما يطق عليهم يقول اتصلت على زوجتي كانت عندها أهلها، السلام عليكم يا فلانة وشلونك؟ قالت الحمد لله. قال فلانة أرضنا مبنية. قالت لا والله. قال لي والله العظيم ما أدري وش السالفة، جيت لقيتها مبنية. قالت انصدمت هي. المهم راح الرجال وطق على الجماعة اللي ساكنين، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخي أنتم كم لكم ساكنين؟ قالوا تقريبا يعني 5 شهور كذا. طيب من وين استأجرتم؟ أنا استأجرنا من فلان الفلاني اللي مأجرنا فلان. من هو فلان هذا؟ أخو الزوجة. الله. أقول واتصل على أخو زوجتي، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فلان. نعم يا أخوي أرضي أنا أختك فلانة مبني عليها فلة ومأجرة دورين أو عمارة دورين، وكلمهم يقولون اللي مأجرهم أنت. قال لي أنا اللي مأجرهم. قال طيب وشلون؟ قال العمارة ذي عمارة أختي فلانة اللي هي زوجتك. قالوا طيب. قال أنا اللي بانيها لها وخذنا قرض وبنتها والحمد لله رب العالمين. قال الأرض أرضي أنا وزوجتي، شلون تبني لها وأنا ما أدري ولا دريت ولا عطيتوني خبر ولا شيء؟ قال والله جاك العلم، الأرض أرضها وباسمها.
يقول واتصل عليها: السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فلانة وش الكلام اللي يقوله أخوت؟ قالت: والله هذه الحقيقة، الأرض أرضي، وأنا أصلا لي فترة وأنا والله صراحة مالة منك وأبى أخلعك. يا بنت الحلال، يقول ما بيننا شيء، أمورنا طيبة يا بنت الحلال. قالت: ما عاد عندي كلام. يقول: أسكر السماعة وأنا قهر الدنيا كلها بصدري. زوجتي تغيرت علي وحقي وخذ مني. يقول: حس بظلم. يقول: ورا في واحد من الجماعة محامي، واتصل عليه: السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا فلان؟ الحمد لله. قال: يا فلان أنا أكلمك الحين ويلا هنطق الكلام، محتاجك ضروري. قال: تعال الله يحفظك، اذكر الله، تعال أمورك بإذن الله سهلة، امش بس امش. يروح له يجلس معه: الوضع كذا كذا كذا. قال أول شيء، أول سؤال: التحويل اللي انت سويته 150,000 مثبته؟ كاتب سبب التحويل؟ قال إيه كاتبه. قال: بس أمورك طيبة. المرأة اللي سوت معك هذا التصرف لا عاد تبقى معها صراحة، ما تنفع. اللي في الرخاء سوت هالفعل أجل بالشدايد وش بتزين، أنا أنصحك إنك يعني أنهي الأمور معها. قال: طيب وحقك؟ قال: حقك بيجيك بإذن الله. الرجال طلق، وبدأ هذا الرجل يترافع عنه. أول شرط قاله له، قال: شف، تراني ببدأ ترافع عنك، تراه يبيجيك حقك ويبي يجيك فوق حقك تعويض، فانتبه بإذن الله، انتبه العاطفة خلها على جنب، لا يقعد تدقك العاطفة أنت حنون أعرفك. قال: أبد لا والله. وفعلا بدأوا الجماعة في الموضوع. حتى الآن الرجل أخذ تقريبا 1,000,000. سبحان الله. ورفع قضية تخبيب على الأخو. وهذه رسالة يا جماعة الخير لبناتنا وأخواتنا الزوجات. مصيبة والله. يا خواتي، قد لا يكون المخبب صديقتك ولا زميلتك، ولا قد يكون أخوته وأختك. يا أختي إذنت هذه لا تسلمينها من هب ودب. والرجال عندهم مميزات تميزهم وعندهم عيوب، لكن ما ينظر للعيوب كنهاية. لا، ما في أحد يخلو من العيوب. نقول نتحمل بعضنا البعض، ما نصل للمرحلة المادية لدرجة أن الواحد يأخذ حق غيره ويتخلى. وأنا أقول دخلنا في سلسلة الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار.